النهارده كابتن اسامه نبيه زي ما قلت لحضراتكم امبارح نزل في التدريبات، وكنت نفيت الموضوع ده انا عندي هنا في البث المباشر. وانا منتظر اعتذار من الكابتن احمد شوبير او من الكباتن المحترمين اللي كتبوا ان هو ماشي، يعني الناس اللي هي في الاعلام الظريف المحايد دي. فانا منتظر اعتذار تحديدا من الكابتن احمد شوبير اللي قاد الحمله بتاعت اسامه نبيه ماشي. المفروض كاعلامي كبير يطلع يعتذر، والله انا بلغني خبر واتضح انه خطا، انا بعتذر ما بقولش اعتذر للاداره، اقل شيء اعتذر لجماهير النادي الزمالك. يعني الناس خلي الناس تبص لك بصه احترام وتقدير للمهنيه. ان انا اتورطت في خبر غلط فانا اطلع اقول يا جماعه انا بعتذر، الخبر اللي انا كتبته على صفحتي غير صحيح. هل هيعملها؟ انا لو عمل شوبير كده انا نفسي بعتذر. مش هيحصل، لان هو قاصد وعارف هو بيعمل ايه وبيكتب ايه وازاي. فده اتمنى يكون انديكيت كده او يدي مؤشر او يدي ضوء احمر للناس المسؤوله المحترمه المسؤوله على قناه اون، انها لما المفروض اعلامي يستغل برنامجه والاذاعي وفي القناه لضرب نادي واحد وهو منتمي لنادي اخر منافس، والناس واقفه تتفرج وسايباه، مفيش حد يقول له تعالى ايه اللي انت كتبته ده، انت ايه اللي انت قلته ده، ايه اللي انت عملته، مفيش حد بيقول الكلام ده. وبالمناسبه انا يمكن اكون انتقدت الاستاذ سيف زاهر في اكتر من موقف، بس هتقارن ما بين موقف سيف زاهر وموقف شوبير مع حفظ الالقاب، فرق السماء من الارض، شتان. على الاقل سيف زاهر بيديك حقك في بعض المواقف، بيحاول يجيب اخبار من نادي الزمالك ويعرض وجهة النظر بتاعت نادي الزمالك، مش واخد موقف شخصي ضد الزمالك. بيجامل الاهلي طبيعي، راجل اهلاوي طلع اعترف قال لك انا اهلاوي ابا عن جده في مدرجات الاهلي، ومفروض علينا الواقع ده ولازم نتقبله. ولكن هي الفكره انه مقارنه ما بين الاثنين لا تجوز المقارنه. واحد ضدك على طول الخط وكرهك على طول الخط وبيضرب وينغز ويعمل ويقول اخبار، واحد بقدر الامكان بيحاول ان هو ينقل وجهة نظر الزمالك، يحاول يجيب اخبار ايجابيه ناحيه الزمالك، حتى لو في مره هيجيب خبر مش تمام بيرجع يعدل في تاني مره. ده من خلال مشاهداتي المتواضعه عشان اكون محايد في الطرح وفي وجهة النظر. المسؤولون عن قناة أون، متى سيكون هناك توقف مع السيد أحمد شوبير واللي بيعمله في نادي الزمالك وحالة الغضب المستمرة من أدائه من جماهير نادي الزمالك؟ ألا يوجد احترام لجماهير نادي الزمالك كما هناك احترام لجماهير النادي الأهلي؟ ده مجرد سؤال للناس المحترمة في قناة أون، ونتمنى لهم كل التوفيق.